اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من الهيلثي، والنهارده ضيفنا يعني الاستاذ الدكتور هاني راجي. دكتور هاني منورني. منوره بوجودك. دكتور هاني، انا متحمسه قوي للحلقه دي لاكتر من سبب. اولا حضرتك استشاري القلب بمعهد القلب، والفكره ان حضرتك بقى يعني من سنه 82 خبره في حالات مختلفه، في تجارب حياتيه. حضرتك معروف كمان بحته انه بتتعمق قوي في الحته الانسانيه وفي الحاجات اللي هي بتلمس قلب العيانين بجد، اللي هو انا كتير بحب اقعد اتكلم معاكي، بحس ان انا نفسي بستفيد. بحس حضرتك قد ايه دايما لما تيجي سيرتك بقعد اقول انا بحس ان دكتور هاني نيرد. هو مش بياخد اي معلومه سطحيه، هو بيحب يتعمق في المعلومه جدا. شكرا على الكومبلمنت. ثانك يو يا دكتور هاني. فالنهارده بقى احنا عايزين ناخد كل المعلومات اللي عند حضرتك. انا كست بصراحه في الثلاثينات من عمري، عندي فضول رهيب اعرف ليه الستات مختلفه، ليه بنعاني من موضوع الميس دايجنوزس في امراض القلب. فالنهارده عايزين نركز على انه لان احنا مختلفين فاحنا بيحصل لنا ميس دايجنوزس، ونتكلم الاول. يعني انا عايزه ابدا الحلقه بقصه عن حالة ست أو اتنين حصل لهم سوء تشخيص لأمراض القلب. أنا كنت لسه بسمعك تسجيل. أيوة. المريضة بتاعتي عندها 28 سنة، كانت عندها بيبي عنده 10 شهور، مريضة سكر من النوع الأول، عشرينات من عمرها. وجالها ألم جامد في صدرها، وراحت لدكتور فقال لها ده برد في صدرك. وبعدين بعدها بيومين راحت لدكتور تاني سألها إذا كان في حاجة مزعلها ولا لأ. وبعدين راحت لاستشاري كبير في مستشفى وقال لها ده برد في عضلات صدرك، وكتب لها حقن مسكنات. ولما حست انها بتموت نزلت مستشفى بعد نص الليل. في الاستقبال الممرض وهي داخله عمل لها رسم قلب، وندها الدكتور النبطشي ولقوا ان عندها جلطه حاده، ودخلنا عملنا قسطره في وش الفجر، وكان عندها انسداد حاد في الشريان التاجي، وكانت فعلا بين الحياة والموت. دي مش قصص نادرة، والستات أعراضها مختلفة شوية، وفي انطباع عام عند ناس كتير منهم بعض الستات نفسهم على فكرة إن هم ما بيجيلهمش القلب، وإنه اللي عندهم ده من حاجة تانية، فده بيؤدي لتأخير في تشخيصهم. أو بحس إنه الستات بتحس إنه لا أنا القلب والضغط والحاجات دي مش هتجيلي دلوقتي لما أكبر. لا، هم كمان الستات بيستحملوا. يعني مثلا الست دي اللي احنا بنتكلم عليها عندها طفل عنده 10 شهور، فلما في بداية تعبها ما نزلتش حتى راحت المستشفى بالليل، يعني استنت واستحملت. ده لو كان راجل كان جه و3 مسندين ورابط راسه وبتاع، الستات بتستحمل عكس اللي يقال يعني. صح. حضرتك لسه كنت بتكلمني عن السيندروم، السوبر وومن سيندروم. بس وانا عايز اخدك تاريخيا للقصه دي، لان في بعض المعلومات مش معروفه قوي. هو احنا في مصر عندنا دراسه طالعه من مصر، بس هي دراسه امريكيه كان عملها عادل علام استاذ القلب في طب الازهر، على تصوير شرايين القلب في كل المومياوات اللي في العالم، المومياوات المصريه القديمه في العالم سواء كانت في مصر او في مصر. عملوا اكتر من حاجه و50 موميا، منها مومياوات في متاحف امريكيه، منها مومياوات في متحف تورينو، ومنها مومياوات كتير قوي في مصر. اي موميا فاضل فيها نسيج قلب سواء كان جوه صدرها او في الكانوبيك جار، البرطمان اللي كان بيتحط فيه القلب، صوروه بالاشعه المقطعيه بطرق حديثه جدا، باشعه مقطعيه الشرايين التاجيه، عشان يوروا كان في تصلب شرايين ولا لا، وكان عندهم الطريقه انهم يعرفوا ده حصل قبل الوفاه ولا بعد التحنيط. اقدم حاله في العالم مثبته انها ماتت بسبب القلب اميره فرعونيه من اكتر من 3000 سنه، وكانت قدك في السن، كانت حاجه و30 سنه، كانت اقل من يعني في النص الثاني من الثلاثينات، وكان عندها تصلب شرايين واللي قتلها القلب. ده قبل الفاست فود وقبل التدخين وقبل اي حاجه نعرفها. وده هو مرض قصور الشرايين التاجيه، الاسباب جينيه نتيجه ارتفاع الكوليسترول، واللي موجود عندنا في مصر، موجود في العالم كله، وموجود في الستات وموجود في الرجاله. طيب دكتور هاني، إذا كان حضرتك دلوقتي بتقول إنه ده حصل في أيام الفراعنة من غير كل عوامل الخطورة اللي موجودة دلوقتي،
ايه اللي خلى الموضوع بقى دلوقتي النسبه مختلفه، او هل النسبه اصلا يعني اختلاف النسب عامل ازاي؟ حاجتين، هي مختلفه ومش مختلفه. اه اول حاجه انه الطب الحديث اه ابتدى يبقى فيه احصائيات، فبقينا نعرف النسب بجد، وعرفنا ان مرض القلب وجلطات الشرايين التاجيه وجلطات المخ والحاجات دي اللي ناتج عن عوامل الخطوره العاديه، الضغط والسكر والكلام ده، وعوامل اخرى هي تاريخ الحمل في بعض السيدات، ده هو القاتل الاول للسيدات في العالم وفي مصر. كان في ناس كتير متصوره مثلا ان القاتل الاول هو سرطان الثدي وسرطان الرحم، امراض خاصه بالستات. لا، الكلام ده مش صحيح. امراض القلب بتقتلهم عده اضعاف ما سرطان بيقتلهم في العالم كله وفي مصر، ودي احصائيات عندنا. تاني حاجه، عمر الناس طول دلوقتي. يعني في مطلع القرن كان طبيعي ان الست تخلف 3 4 عيال من سن 16 17 سنه تبتدي، على ممكن على سن 45 سنه تكون ماتت. كان متوسط الاعمار اصغر، متوسط الاعمار طول. وطبعا لما السن بيزيد بتزيد مع امراض القلب. والناس عايزه تعيش، وعايزه تعيش بصحه طبعا، مش عايزين يعيشوا بس. هي مش عمليه رقم، انت مش عايزه تعيشي مده اطول، عايزه تعيشي باذن الله كله طبعا، بس عايزه تعيشي بصحه. اخر حاجه ودي مهمه جدا، ان اللي وضع بقى يعني الطب القديم اللي عندنا من ايام ابن سينا والكلام ده احنا عارفينه، وحتى الطب بتاع قدماء المصريين وهو عظيم. انما اسس الطب الحديث اللي احنا بنذاكرها دلوقتي وبندرسها موضوعه في بريطانيا مش من مده طويله قوي. اللي حاططها دكاتره اطباء ذكور ميلز بيض وايت بريطانيين على مرضى معظمهم ذكور بيض بريطانيين. يعني هم لما بيقول لك ان جلطه القلب عباره عن انك انت تحسي لما تمشي، او ذبحه صدريه تحسي لما تمشي يجي لك وجع في صدرك، تقفي تستريحي، تبقي مش قادره تتكلمي، تمسكي صدرك وتقعدي. ده بيوصفه راجل انجليزي عنده 70 سنه ابيض سنه 1800 وحاجه، هو ده اللي شافه. جلطة القلب وقصور الشرايين التاجية في الستات مختلف، وأعراضه مختلفة، وكل حاجة فيه مختلفة. حاجة من الحاجات المذهلة اللي هقولها لك، نتائج علاجه مختلفة. يعني جراح القلب يقول لك، وإحصائياتنا موجودة عالميا وفي كل حتة في العالم، نتيجة جراحة القلب المفتوح على السيدات أسوأ من نتائجها على الرجال. القلب المفتوح للستات غير الرجال، والجلطات، كل امراض القلب. عشان كده احنا عايزين الستات تحمي روحها قبل ما يجي لها، لانه اول ما يصابوا لا نتائجهم اوحش. طب لو قلنا على موضوع بقى ان هما اول ما يصابوا دي، لو ركزنا على الحته دي، هل في فئات معينه من الستات معرضه اكتر، عندها عوامل خطوره اكتر من ستات تانية؟ ده واحد من اهم الاسئله اللي اتسالت لي من زمان، ومتشكر انك سالتيها. من ناحيه طبعا اكيد ان الستات اللي عندهم عوامل الخطوره الكلاسيكيه اللي هي بتاعت القلب عموما، يعني مثلا عندهم سكر، عندهم ضغط دم مرتفع، عندهم وزن زياده، وتاريخ العيله، لا يمارسوا النشاط الجسماني. تاريخ العيله مهم قوي، بس تاريخ العيله تقدري تضربيه باسلوب الحياه الصحي. يعني افرض عيله فيها طبق امراض قلب كتير، بس مثلا معظمهم مدخنين، وجاء حد من العيله دي شاب او شابه وقرر ان هو عايز يتغلب على تاريخ العيله بتاعته عن طريق اسلوب حياه صحي، فبقى غير مدخن وممارس للرياضه، بينام 8 ساعات، النوم من اساسيات القلب، بياكل اكل صحي، دي كلها حاجات ممتعه على فكره، يعني اكيد حاجه ظريفه. ايوه طبعا. يعني وانه ياكل اكل صحي، اكل كويس. هما في، عشان اقولها برضه، هما في 8 حاجات، 3 بيتقاسوا ولازم يتعالجوا لو مش كويسين: ضغط، سكر، كوليسترول. ودول وظيفه الطبيب، وكل الناس لازم تكون عارفه ارقامها. طيب لازم نعرف ارقامنا كستات، لازم نبدا نعرف ارقامنا من اول سن كام؟ من اول ما تتركي عياده طبيب الاطفال من سن 18 سنه، وقبل كده دي مسؤوليه طبيب الاطفال. انا بتكلم على الكبار اللي هم تخصص يعني. من اول سن ده لازم الناس تكون عارفه ضغطها وسكرها وكوليسترولها، ويعرفوه مره كل سنه مثلا، مره كل سنه على لا. لو ستات صغيرين يعني مثلا لو كوليسترولها هايل ممكن تحلله مره كل 5 سنين على فكره. يعني مش شرط، يعني البلاد اللي بتحلل الناس على حسابها زي انجلترا بيجيبوهم مره كل 5 سنين لو هم صغيرين وصحتهم كويسه قوي. فهو الستات اللي عندها عامل خطوره كده، زائد
حاجه تانية ان في ستات ما عندهاش عوامل الخطوره دي، بس عندها حاجه مختلفه عن الرجاله، وهو تاريخهما الانجابي. يعني واحده مثلا وهي حامل وشابه ولطيفه وجميله ومش سمينه ولا اي حاجه، جالها سكر وضغط حمل، خلاص دي دخلت في ريسك عالي ولازم تتابع بعد كده بانتظام حتى لو راحوا بعد الولاده. اوكي، دي حاجه مش هتحصل للراجل. في برضو بعض امراض القلب موجوده في الرجاله وفي الستات، انما اكتر في الستات. منها حاجات، منها مرض ليه اسم ياباني اسمه تاكوتسوبو، اللي هو متلازمه القلب المنكسر. واحده او واحد شفناها في الرجاله كتير على فكره، يجي له صدمه عصبيه عنيفه، يجي لهم ازمه قلبيه رهيبه، هي نفس المشهد اللي بنشوفه في الافلام اللي هو ولو عديناها ممكن بعد كده يتعافوا منها، ان ما طلعتش حميده زي ما كنا متصورين. وفي حاجه تانية برضو بنشوفها، هي انشقاق او شق الشريان التاجي اللي هو سكاد سبونتينيوس كوروناري ارتري دايسكشن. شفناه في ستات حوامل في منتهى الجمال والرشاقه ولا عندهم اي حاجه، قبل الولاده تجيلك عندها وجع رهيب في صدرها، تدخليها القسطره وهي حامل، تلاقي الشريان التاجي مفلوق نصين، وعلاجه معظم الاحيان بنقدر نعالجه دوائيا من غير دعامات ولا حاجه. انا عايز اقول حاجه مهمه يا دكتوره نور، ان انا مش عايز كلامي يعمل بانيك في الستات الصغيرين، بس في نفس الوقت ما نتجاهلش الاعراض. لا يعني في حاجه مهمه، هو ايه السبب ان الطب اضطهد، انا بقول الكلمه دي وباكد عليها، أيوة. اضطهد النساء في مجال ازمات القلب، ان هو في الشباب عموما، بس في الشابات اكتر شويه من الولاد، اعراض الضربات السريعه والنغز او شويه الوجع في الصدر الحميد جدا اللي ما وراهوش اي مرض شائعه بطريقه فظيعه، وشيوعها ده بالذات مع التوتر او مع الزعل او مع اي حاجه او من القلق خلى الناس تفتكر ان خلاص هو ده كله كده. ايوه، ان ده العادي بالظبط. فالناس اللي عندها ازمات بجد اتظلمت بطريقه فظيعه في وسط دول. فلازم يبقى في طريقه ولازم يبقى في الجوريثم، عشان احنا مش عايزين نخض الناس ونلاقي ملايين الاصحاء اللي ما عندهمش حاجه بجد اتوهموا وعمالين يغرقوا العيادات ويغرقوا المستشفيات، وفي الوقت نفسه مش عايزين المرضى بجد اللي في وسطهم يتوبوا برضه ويموتوا. دكتور هاني، بما ان حضرتك معانا وانا عارفه بقى حضرتك يعني على المستوى الشخصي ازاي حضرتك راجل كيرنج قوي بتفاصيل التعامل مع الست، فالستات بقى اللي في حياتك، ده سؤال انا عندي فضول اعرفه. هل يو اكسبيرينسد قبل كده انه ست من قرايبك، من اهلك، من اصدقائك، من المحيطين بيك، كنت قاعد وهي بتقول عادي، بتتكلم عن اعراض عادي، رحت قلت لها لا ثانيه واحده ريد فلاج، لا هو ده ما ينفعش خالص تيجنور؟ طبعا، وحصل كتير، وحصل تليفونات في وسط الليل، واوقات الواحد لما بيكون عارف واحده قريبته وبيكون عارف ان هي مثلا من النوع العاطفي قوي اللي بينفعل بسهوله، يعني مجرد ما يشوف اسمها على التليفون تاني ايوه، وبعدين تفاجئ ان عندها جلطه في القلب. يعني تخيل حضرتك طبيب وبرده بتقع في مصيده. لا انا اتعلمت طبعا انا اتعلمت الموضوع ده، انا اسف اني قطعت. اتعلمت الموضوع ده على قصه الميس دايجنوزس والاختلاف، اتعلمته بالطريقه الصعبه عن طريق الاخطاء اللي انا عملتها. طب ايه بقى الاعراض اللي هي خلاص احنا بنقول للستات الاعراض دي وانس ان انت حسيتي بيها ما ينفعش تتجاهلي الموضوع تماما، لازم تاخدي اكشن؟ هو في اعراض نمطيه خالص، اللي هي ان انت يجيلك وجع في صدرك او نهجان مع المجهود او مع الانفعال، ولما تهدي يروح. ده عرض يستلزم الكشف، مش شرط في نفس اللحظه لو هو بيجي ويروح، انما يستلزم الكشف ويستلزم انه يتاخد مع دكتور قلب بجديه، ويستلزم حاجه مهمه قوي، يستلزم ان انت تلاقي دكتور القلب تجبريه انه يحترمك. يعني يحترم الاعراض اللي انا حاسه بيها. يعني دكتور القلب لازم، انا مش نازله من بيتي وقاعده مستنيه وداخله
عشان اؤخذ بسطحيه. عشان تقولي بسيطه بالظبط. اه ما ينفعش. انا لازم يتعمل الفحوص المطلوبه. الفحوص المطلوبه في طب القلب 2 لا ثالث لهم: رسم قلب وتحليل. في تحليل جديد اسمه تروبونين بيتعمل يبين اذا كانت دي ازمه قلبيه ولا لا. بعد كده كل الحاجات التانية ممكن تعمل على المهل. انما ما ينفعش واحده تنزل تروح طوارئ مستشفى الساعه 12 بالليل واللي قاعد يقوم ممشيها من غير ما يعمل لها الفحوص اللي بتوري هي عندها حاجه في القلب ولا لا، حتى من الناحيه الطبي قانونيه الميديكو ليجال زي ما بنسميها. في بقى في الستات اعراض غير نمطيه. زي يعني ممكن الست الاعراض الازمه القلبيه، مش بنتكلم حتى عن الذبحه المسكره زي اللي انا وصفته، الازمه الحاده ممكن بدل ما تجيلها وجع في صدرها يجي لها في فكها او لحد هنا، تفتكروا وجع اسنان او في رقبتها، بس بيجي مع المجهود برضو. ممكن مع المجهود لو كان كان ذبحه، ولو كانت جلطه او ازمه يجي وهي قاعده مستريحه ممكن، وساعتها بيبقى جامد ما بيروحش. ممكن يجي دوخه او يجي ارهاق جامد جدا مش قادر يتحرك مكانه، او يجي في صوره اعراض جهاز هضمي، غممان نفس وترجيع قيء وحرق. اعراض الازمات القلبيه ما بتقعدش ثواني وتروح، اعراض عنيفه قويه مستمره. لا اعراض جامده. برضو تدريب الاطباء وتدريب التمريض وتمريض المسعفين على. بس انا هقول لحضرتك خبر كويس، احنا هنحل القصه دي بالذكاء الاصطناعي. لان هندخل الالجوريثمز وهيقلل قوي الاخطاء البشريه، وهيسمح للي قاعد بيشخص مرهق وبتفوته الحاله وكده انه يستعمل ذكاء اصطناعي، وده يقول له لا خلي بالك ما تروحش البيشنت دي. انما لحد ما ده يحصل احنا مش عايزين حد يتصل. طب احنا لو ركزنا في حته الاختلاف بين الستات والرجاله في امراض القلب، ليه الاغلب والمنتشر واللي معروف انه الراجل لو حس بوجع في صدره، لو حس بضربات قلب سريعه، لو حس باي اعراض يبقى اكيد بيحصل له حاجه، على العكس مع الستات؟ يعني ايه سبب؟ جت منين حته انه دايما امراض القلب مرتبطه بانه الرجاله هتنفعل قلبهم مش الستات؟ جت لانه الكتب اللي الدكاتره بتذاكر منها زي ما قلنا مكتوبه كتب رجالي مكتوبه على رجاله. ودلوقتي الجايد لاينز او الارشادات العالميه الجديده بتاعت جمعيه القلب الامريكيه لالم الصدر، في الوصايا ال10 بتاعتها حطوا الم الصدر المختلف اللي عند الستات. بقي عيب في حق الدكتور. احنا عايزين نرجع تاني ونؤكد انه ان احنا مش عايزين نسبب قلق عند ناس سليمه خالص. كل حد يجي له نغزه يفتكر ان عنده ازمه قلبيه، ده مش حقيقي. اوكي، يعني لو حد مثلا بيقدر يمشي وبيطلع سلم بيتهم كل يوم وكويس ومش بيحسوا باعراض، وهم قاعدين بيتفرجوا بيحسوا باعراض خفيفه كده، لا ده مش ملوش دعوه بالقلب. فلازم نبقى عارفين الفروق عشان ما نتخضش. فمش عايزين المجتمع يتخض، بس احنا في نفس الوقت ما نتجاهلش. عندنا احصائيات. عندنا احصائيات بتقول ان من كل 3 ستات بيموتوا في واحده ميته بسبب قلبها. بسبب القلب. ده عدد ضخم. من كل 3. الاحصائيات دي في مصر وفي العالم، واحصائيات مصر واضحه جدا. واحنا عارفين مصر ما فيهاش احصائيات جامده قوي قويه زي باقي بلاد العالم، بس عندنا احصائيات الحكومه المصريه هي اللي مديها. هني لو قلنا ان الدهون والكوليسترول بيأثروا بطريقه مباشره على صحه القلب، ازاي نوضح النقطه دي للناس، خصوصا موضوع قياس الكوليسترول والستات وطبيعه اكلنا؟ ولو عرفت ان عندي خلاص انا عندي كوليسترول، ازاي نغطي الموضوع ده بطريقه بسيطه تخلي الناس تبقى عندها وعي بموضوع الدهون والكوليسترول في الجسم؟ هو حضرتك في الاول قلتي حاجه مهمه قوي، هي العوامل الوراثيه. الحقيقه ارتفاع الكوليسترول في الدم معظمه عوامل وراثيه. طلعت نسبه انه يكون عالي بسبب الطعام اللي احنا كنا فاكرين كده وكنا ده اللي درسناه في الكليه، طلعت مش صحيح. يعني طلع ان معظم الناس اللي عندها كوليسترول نتيجه جينات وراثيه. الفكره بقى دكتور هاني في موضوع الكوليسترول ده انه الكوليسترول غالبا بيكون ملوش اعراض، يعني ملوش اعراض، هو اصلا على طول ملوش اعراض. فدي نقطه مهمه جدا، هو حاجه ملهاش اعراض
وفي نفس الوقت تجاهلها خطير جدا جدا جدا، فنعمل ايه؟ هو لازم يتقاس، يعني لازم الناس تكون عارفه كوليسترول. اهميه قياسه بتزيد قوي في الناس اللي عارفه ان عندها تاريخ عائلي للاصابه، بالذات الاصابه المبكره بامراض القلب والشرايين التاجيه وجلطات المخ وتصلب الشرايين او مرضى السكر. ده كله لازم يتقاس، مفيش طريقه غير بقياس الكوليسترول. وعلى فكره النسب المكتوبه انها نورمال في المعامل بتختلف دلوقتي من انسان لانسان، والمعامل احنا تواصلنا معهم وصلحوا ده في الريبورتس بتاعتهم. يعني مثلا لو شابه صغيره عندها 30 سنه كوليسترولها المنخفض اللي هو بيسموه كوليسترول الضار عالي شويه، ممكن الرقم ده يكون مقبول بالنسبه لها، يكون نفس الرقم ده يستوجب العلاج في واحده تانية في سن تاني كبيره عندها سكر، يكون الرقم ده بالنسبه لها مرتفع جدا مع انه نفس الرقم في الاثنين. فلازم يتحلل. وبرضه نرجع ونقول انه استعمال محركات البحث والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي بطريقه مسؤوله، يعني ان نخش نبص على نتاكد من المصادر، نشوف المصدر انه حطاه مثلا في مصر جمعيه القلب المصريه، حطاه الجمعيه المصريه لتصلب الشرايين اليافا، حطاه جمعيه القلب الامريكيه والاوروبيه، ونعرف منها الطبيعي بتاعنا وبتاع. دي حاجه كويسه. ولو حتى مامتك او جدتك ما يعرفوش اعملي لهم ما انت ناصحه او تستعملي صح. فده مهم ان احنا نعرفه. ده كوليسترول. طب لو اختصرنا الكوليسترول في موضوع ان احنا نعرف ارقامنا للكوليسترول، لو اختصرناه للفئه العمريه، من اول سن كام نحلل كل قد ايه؟ ولو انا اللايف ستايل بتاعي عامل ازاي برضو احلل كل قد ايه؟ الحكومه المصريه دخلت تحليل الكوليسترول ضمن التحاليل الجديده اللي هتتعمل لحديثي الولاده. خلاص مع تحليل الغده الدرقيه وتحاليل الفينالكتونوريا والحاجات اللي هي الامراض النادره هيتعمل تحليل كوليسترول. فكده ده هيعرفنا، يعني هيبقى المصريين كلهم هيبقى عندنا ان شاء الله قاعده معلومات للناس. بالنسبه للناس اللي موجوده دلوقتي اللي عمرها ما حللت كوليسترول، لا انا بنصح من اي سن على فكره. يعني انا مش عايز حد ياخد عياله يشكشكهم من غير سبب. أيوة طبعا. انما لو هم رايحين يعملوا اي تحليل يا ريت نطلب تحليل كوليسترول من اي سن، بالذات لو في تاريخ اسري. انما على الاقل انا مش طبيب اطفال، فانا بتكلم الناس بيطلعوا من مسؤوليه طبيب الاطفال عن سن 18 سنه ويقولنا احنا من سن 18 سنه. انا رايي الشخصي ان لازم الناس كلها تكون عارفه كوليسترولها ولو مره. لو هو كويس في الصغيرين دول ما يتحللش كل 5 سنين او اكتر كمان. انما لو هو مرتفع ده موضوع تاني. ولازم بالنسبه للكبار لا لازم يكونوا عارفين كوليسترول. لو حد كوليستروله عالي بيتعمل له يعني حسبه لخطوره حدوث جلطات قلب او جلطات مخ في فترتين زمنيتين، واحده منهم خلال ال10 سنين القادمه، بالذات لو كان المريض كبير. يعني انا مثلا عندي 67 سنه، عايزين يعرفوا في خلال 10 سنين الجايه فرصه ان يجي لي جلطه قلب او مخ كام عشان يحددوا الرقم العلاج المستهدف ليه. انما حضرتك صغيره بعد 10 سنين هتبقي لسه صغيره، فبيعملوا لك اللايف تايم ريسك اللي هو الريسك بتاع حسبه الفتره الجايه خطوره طول حياتك. بيحسبوا بيفترضوا الحياه لحد سن كذا والكالكوليترز دي موجوده على فكره على تليفوني يعني. فبندخل فيها سن المريض وتاريخ اسرته ومدخن ولا لا وضغط الدم بتاعه وارقام الكوليسترول، بيقول لنا اذا كان الرقم بتاعه ده كويس ولا لازم ياخد له علاج. دكتور هاني، طب انا دلوقتي كست وقاعده بتفرج على الحلقه دي وحسيت ان في اعراض كتيره شبه بعض ممكن تكون ليها علاقه بالقلب. ايه الاعراض اللي لا دي لو عندي هي دي اعراض قلب، وساعتها اروح لدكتور القلب وخليني ما اتكسفش ان انا اقول له لا انا بحس كذا وانا حاسه انه انا ممكن اكون مريضه قلب؟ الحلقه دي كان ضمن اهدافها الرئيسيه هو الازمات الحاده الجامده. يعني هي دي الحاجه اللي هي بتموت، لان هي دي الحاجه اللي احنا حاسين بيها بالفجوه الكبيره في العالم وفي مصر، اللي هي الميس دايجنوزز او الاختلاف في الاعراض. فبالنسبه للازمات الحاده، وانا بتكلم على واحده تعبانه قوي. بالنسبه للازمات الحاده اي حاجه من الاعراض اللي احنا قلناها في صوره حاده، يعني انت حاسه وانت قاعده انك مش قادره تاخدي نفسك، او صدرك وجعك، او دايخه، او مرهقه بطريقه فرطه مش قادره تقومي، او في الم في صدرك او رقبتك او فكك او كعانك او كتافك، ده يستلزم كشف فوري
في ايمرجنسي روم، في طوارئ، مش في عياده دكتور القلب. مش في عياده دكتور القلب على طول. ده اتجاه للطوارئ، للايمرجنسي روم. ولازم يكون الست او اللي معاها مسلحين بالعلم الكافي ان هم ما يتمش الاستهانه بالاعراض. اوكي، لازم يعني بهدوء طبعا، مش عايزين ايوه طبعا. طبعا ده بالنسبه، ده هو هدف الرئيسي من حلقتنا، لان هو ده المشكله. بالنسبه بقى للاعراض المزمنه اللي هي موجوده عند ناس كتير خالص، الحقيقه حضرتك قلتي امتى اروح لدكتور القلب؟ انا ما انصحش ابدا بالذهاب لدكتور القلب. ايوه، انصح بالذهاب لطبيب الاسره او للممارس العام اللي عارف الحاجه، اللي عارف الدكتور اللي احنا متعودين عليه واللي احنا عارفينه، دكتورنا العادي اللي بيشوف لنا كل حاجه، بيدينا فاكسينز الكلام ده، وشرح الاعراض دي له، وسؤاله اذا كنت حضرتك فاهم ان ممكن ده يكون قلبي، حولني لدكتور. طيب دكتور هاني، لو قلنا انه ازاي الست تخلي المحيطين بيها، يعني حاسه ان السؤال ده شخصي ازاي الست تخلي المحيطين بيها ياخدوا الاعراض اللي هي حساها على محمل الجديه؟ بصي، اول حاجه ما تتجوزش دكتور الا لو دكتور قلب كمان، اللي هو مش حاسس بيكي. احنا عندنا مشكله، حتى انا برضو في عيلتي وكده، يعني عشان دايما العكس الناس متصوره، يعني الدكاتره ممكن تاخد اعراض الاقرب ناس ليها واعراضهم هم نفسهم. على فكره الدكاتره اوحش مرضى، اوحش بيشنتس. لما يجي لهم جلطه قلب يقول لك لا ده حموضه، ويقعد يقوم ياكل زبادي لحد ما يجي لنا الصبح الجلطه مكتمله. لا، مهم جدا انه حاجتين زي ما قلنا تاني، احنا مش عايزين بانيك، يعني مش عايزين الناس، بالذات الناس اللي مشدوده واللي لو حد اتفحص قبل كده وخلاص عارفين ان ما عندوش حاجه، ما يفضلش من الناس المتوتره. في دكاتره بتزعل من الكلام ده، بيقولوا انتوا هتعملوا لنا العيادات ناس متوتره وما عندهاش حاجه والكلام ده. بس الحقيقه لازم نبص عليها من الناحيه الثانيه. ما فيش في الطب يعني افرض واحد او واحد، احنا بنتكلم النهارده على الستات بس، يعني بصفه عامه سواء راجل او ست، بيجي لهم بانيك اتاكس. كل مره ما دام البانيك اتاك ده شكله ازمه قلبيه، كل مره لازم يتاخد جديا، لانه ممكن رابع مره او خامس مره تكون ازمه قلبيه بجد. طب يتاخد جديا ازاي؟ يعني احنا دلوقتي خلاص مش بنضطر حتى نحجزهم في المستشفى، الموضوع سهل. يعني في الامرجنسي روم لا يخرج عن كونه ان حد مؤهل بيسمع المريض، بيعمل له رسم قلب، اذا في شك ان في حاجه بيعملوا لهم تحليل الانزيمات الحديثه قوي، التروبونين عالي الحساسيه، درجه الدقه بتاعته قرب ال 100%. اوكي، ومسموح انك لو التحليل ده سليم وفضل سليم ساعتين عدتيه تروحي المريض. تمام، يعني خلاص الموضوع بسيط. بس حكايه الاستهتار اللي هو نروح الناس من غير، يعني لسه حاصله امبارح على فكره، امبارح في التليفون، امبارح مريض راجل، طبعا بيحصل للستات، راح احدى كبرى المستشفيات ودخل شافوا طبيب الطوارئ بيصرخ من صدره، قال له لا ده جلطه في الرئه، انزلوا روح مستشفى صدر. كلموني، لففناهم ان هم في الاسعاف، رجعوا تاني واصروا وقالوا لا، وكانوا يعني ما فيش احتداد بس فراح نده طبيب القلب في نفس المستشفى، عمل رسم قلب، بعد اقل من ساعه كان عنده مركب دعامتين. اوكي، الميس دايجنوزس بالذات نتيجه الاختلاف بتاع الاعراض في الستات لازم ينتهي. بعدين زي ما قلنا الستات لازم تكون عارفه، يعني مثلا الستات اللي احنا قلنا 3 حاجات، قياس ضغط وسكر وكوليسترول. كام ست بتسمعنا دلوقتي عارفه ضغط الدم بتاعها، يعني قاسته وقاس مظبوط ودراعها مكشوف وقاسته واحده ست وهي قاعده والكلام قليل. اوكي، الناس مش عارفه حاجه عن صحتها وبتظهر ساعه التعب. فهو مهم ان الناس تعرف. مهم كمان ان الناس تكون بتدور على مصادر تتثقف منها طبيا. ده مهم قوي. عشان كده انا لو الستات بقى ليه مهتمه بصحتها وعايزه مصادر موثوق فيها، ايه المصادر الموثوق فيها اللي انا اروح لها واتابع ايه الجديد عليها؟ اول حاجه من المصادر الموثوق فيها بشده واللي بتنزل حاجات هايله جدا وزاره الصحه المصريه. وعندهم فيسبوك بيج وبتنزل وتويت، عندهم كل السوشيال ميديا بلاتفورم، لانهم بيجيبوا المعلومات اللي هم بينزلوها والانفوجرامز من منظمه الصحه العالميه والمصادر الموثوقه. منظمه الصحه العالميه بالعربي منزله، جمعيه القلب المصريه،
كذا جمعيه مصريه زي الجمعيه المصريه للتصلب الشرايين منزله حاجات على الكوليسترول، الجمعيات العالميه كلها، العيادات العالميه زي المايو كلينيك وكليفلاند كلينيك منزله حاجات بالعربي، المايو كلينيك عندهم موقع بالعربي، وطبعا في بالانجليزي اللي بيتكلم انجليزي. بننصح الناس ان هي تشوف الحملات الموثوق فيها، الاساتذه الدكاتره الموثوق فيهم اللي بيتكلموا في موضوع معين، وساعتها نتابعهم، من الحملات اللطيفه جدا اللي بتبسط موضوع امراض القلب عند الستات حمله ميس دايجنوز من اورجانون، لانك مختلفه، لان هي كمان مهتمه بكل تفاصيل امراض القلب للستات وكل جديد. انا بعتبر ان الحملات دي اللي هي غير هادفه للربح، سواء كانت بتقوم بيها جهه طبيه او بتقوم بيها شركه ادويه وكل حاجه، طول ما هي، لان كل الشركات عندها حملات غير هادفه للربح، هادفه للنفع المجتمعي، اعتقد دي حملات جديره بالمتابعه. ثانك يو يا دكتور هاني، انا متشرفه جدا جدا بوجودك معانا. الحقيقه انا حصل لي شرف كبير، ثانك يو، واستمتعت بالحلقه دي، وفعلا اتمنى انها تكون مفيده. ربنا ينفع الناس بعلم حضرتك، وممتنين جدا 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 لوقتك الثمين اللي حضرتك اديته لنا النهارده، ومتاكده ان الناس هتستفيد جدا من الحلقه. ثانك يو دكتور هاني، ميرسي يا جماعه.